الخيط اللي انا هشتغل بيه يا بنات هو خيط هيمالايا everyday. بيقترح عليا ابرة رقم 5 تريكو. الخيط 100 جرام 165 متر. ده شكل الفتلة، هقرب لكم دلوقتي الكاميرا عليه. هشتغل بابرة رقم 5 للايس كاب الجزء العلوي، بس الجزء اللي تحت اللي هو هيكون بغرزة الرب اللي هي الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة هشتغله بابرة 3 علشان يكون ضيق شوية وعامل زي الاستيك، يكون شكله اصغر ويكون شكله زي الايس كاب الجاهز. تمام، دول المقاسين اللي انا هحتاجهم في الشغل بتاعي. مزور علشان ناخد الدوران بتاع الرأس، وطبعا انا هشتغل باصغر كورد موجودة علشان احنا هنعمل الشغل بتاعنا دائري. ده شكل الفتلة يا بنات بتاعته، هي ناعمة وجميلة جدا، ونسبة نسبة الوبر اللي فيها بصوا هو مش وبرة جامدة، تحس ان انتي ماسكة قطة كده يعني. ده الاحساس والملمس بتاعه، هو فلافي جدا. هنفترض دلوقتي مع بعض ان دي رأس الطفل او الشخص اللي انتي هتاخدي عليه المقاس. بالمزورة هناخد الدوران من عند الجبين لاخر الرأس من تحت، يعني هنعمل كده من عند الجبين، تاخدي الدوران بتاعك بالشكل ده كده 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 لحد ما تطلعي وتقابلي الجزء التاني من المزورة. بصوا هو طالع معانا 47 غرزة. بعد كده هاخد مقاس الطول بتاع الرأس، هناخد برضو من اول الجبين لحد منتصف الرأس بس كده من ورا. هو طالع معايا اساسا 25 للمقاس الاصلي للشخص، بس انا بديكم مثال هنا على الدبدوب. تمام، طالع معايا 13. ده كده دي طريقة اخذ المقاسات. هو في فيديو انا هسيبه لكم في الاي اللي هتظهر فوق او في الديسكريبشن او في نهاية الفيديو ده، في ازاي بتاخدي المقاسات وازاي بتحولي عدد السنتيمتر الغرز، في كل حاجة. انا هبدأ معاكم الشغل على طول. الايس كاب ده هيكون لشاب من عمر 25 سنة لما فوق. دوران الرأس كان 60 سنتي. بعد التحويل طلع معايا هشتغل ب150 غرزة. انا هقلل 10 غرز كمان علشان خاطر احنا عارفين التريكو بيمط، هيبقى زي الاستيك عشان ما يبقاش واسع قوي، يبقى مظبوط كده. انا هشتغل ب140 غرزة بدل 150. ممكن تقللي 5 غرز بس براحتك، هتبقى 145 لو انتي هتقللي 5 غرز بس. هنبدأ دلوقتي ان احنا نطلع ال140 غرزة على الابرة بتاعتنا اهو. بنسيب خيط زيادة شوية لتحت ونبدأ نعمل عدد لفات بعدد الغرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد ما تكملي ال145 او ال140 غرزة بتوعك. بعد ما خلاص اشتغلت اهو وطلع معايا ال140 غرزة من الخيط، هنعمل عقدة بالمنظر ده. هناخد الفتلة دي ونسحبها لبره، وهناخد معانا الابرة بتاعتنا اهي نحطها في العقدة ونشد شوية. الخيط اللي هيكون لورا ده هو اللي هيعمل لي ال140 غرزة بتاعتي، والخيط اللي قدامي ده اللي هو طالع من البقرة. ازاي بنشتغل؟ بصوا بالمنظر ده، باخد بالثلاث صوابع الفتلتين اللي تحت بوسع ما بينهم الصوابع اللي فوق كده. انا استخدمت ال5 صوابع بتوعي. هعدي من تحت الخيط ده وهسحب الخيط ده كده، وهرجع اطلع تاني من نفس المكان وهسحب بسيط كده كمان مرة كده، اسحب الخيط ده واخرج تاني من نفس المكان اهو كمان مرة. بعدي من هنا باخد الخيط ده وبرجع اعدي من تحت الخيط ده
بعدي من هنا، اخد الخيط ده برجع اعدي من تحت الخيط ده، وهكذا لحد ما بتكملي عدد الغرز بتاعتك كلها. كده خلاص بقى معايا ال140 غرزة بتوعي على الابرة. بصوا ده ظهر الغرز، ده اللي احنا مش عايزينه، عايزين الوش بتاع الغرزة بتاعتي، وده السطر بتاع البداية تحت خالص. دلوقتي هتأكد ان كل الغرز معدولة بنفس الشكل. بصوا اهو كده معدولة، ولو في حاجة زي كده المنظر ده نرجع نعدل الغرز بتاعتي بالراحة خالص. هبدأ بصوا الطرفين اهم الغرز معدولين، نريح الغرز بتاعتنا على الابرة. الخطوة اللي بعد كده هنجيب ماركر او فتلة خيط لونها مختلف عن الخيط اللي احنا هنشتغل بيه. ليه؟ علشان اعلم بيها واعرف ان انا كده هبتدي سطر جديد او خلصت سطر من اللي انا اشتغلته. طيب الخيط بتاعي خلاص، الخيط الصغير ده احنا بنخليه علشان ننضف بيه الخيط. دلوقتي كده انا بقى معايا خيط واحد خلاص، والخيط التاني زي ما قلت هننضف بيه الشغل بتاعنا لما نخلص. الماركر معايا اهو، هدخل كده. الشغل بتاعي هيكون كالتالي: غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، او 2 غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، او 2 غرزة عدلة، 2 غرزة مقلوبة، براحتك خالص. غرزة الرب اللي هي بتاعت البداية بتاعت الايس كابات دي ترجع لك. في ناس بتشتغلها برضو 3 عدلة 3 مقلوبة، انا هشتغلها 2 عدلة وواحدة مقلوبة، او 2 عدلة و2 هنشوف مع بعض دلوقتي. الخيط بتاعي اهو، ادي اول غرزة. كمان مرة خيط البداية نشده شوية اللي هو ده. كمان مرة بنعدي من هنا. ادي دي الغرزة اللي انا هشتغلها. استنوا كده اوضح لكم شوية. بصوا هعدي كده. بصوا انا خدت الضلع الامامي، لفة على الابرة وهخرج بيها. انا كده عملت غرزتين عدلة. هجيب الخيط بتاعي قدام الابرة. ليه؟ علشان نشتغل غرزتين مقلوبة. طيب انا الغرزة المقلوبة هشتغلها من بره لجوه، من بره كده. بصوا انا دخلت ازاي من بره، برضو اشتغلت في الضلع الامامي. هاخد لفة على الابرة من الشمال لليمين، سوري من اليمين للشمال، وهنزل. انا ببقى شادة ده شوية علشان الخيط ما يفكش اهو، وهطلع بيها ونقرب شوية الخيط بتاعنا ونرجع ده شوية. كمان مرة الخيط زي ما هو قدامي. ليه؟ لان انا هشتغل غرزة تانية مقلوبة. كده الشغل بتاعي هيكون 2 غرزة عدلة 2 غرزة مقلوبة اهو. تاني اهو، بدخل فيها من بره لجوه، بعمل لفة على الابرة دي، بنزل وبخرج بيها بالشكل ده. هرجع احط الخيط بتاعي ورا الابرة. ليه؟ علشان هشتغل غرزة عدلة. هندخل من جوه لبره. بصوا احنا داخلين من جوه لبره، لفة على الابرة ونخرج بيها. كمان مرة لفة نخرج بيها. الغرزتين اللي جايين هيكونوا غرز مقلوبة، يبقى هجيب الخيط قدام الشغل وهرجع اكرر نفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله. 2 غرزة عدلة 2 غرزة مقلوبة. اخر غرزتين معايا يا بنات هيكونوا بالغرزة المقلوبة. يعني الخيط بتاعي قدام الابرة، بدخل من بره لجوه، لفة وبخرج بيها لتحت. كمان مرة الغرزة الاخيرة بدخل من بره لجوه، لفة وبنزل بيها لتحت. بسحب الخيط. طبعا الخيط هيتظبط معايا بس لما ارتفع كام سطر.
بعد كده هرجع الخيط بتاعي ورا، هعدي الماركر كده. انا خلصت سطر وببتدي في السطر الجديد. كده انا خلصت السطر وببتدي في السطر الجديد. طبعا الماركر ده انا عاملاه في البيت، يعني سوري يعني مش مشترياه، ده انا عاملاه بالاكسسوارات خرز ولولي والحلقات دي. فلو عايزين ان انا اعمل لكم فيديوهات ليها عرفوني. بعد كده هنبدا ان احنا نعيد لحد ما شوفي انت عايزه عرض الاسوره كام، 3 سنتي 5 سنتي 6 سنتي براحتك. تمام، يعني انت هتشتغلي لحد الطول اللي يرضيكي، الطول اللي هيناسبك. هشتغل على كل غرزه عدله غرزه عدله، وعلى كل غرزه مقلوبه غرزه مقلوبه. يعني هشتغل 2 عدله 2 مقلوبه فوق كل واحده هعمل زيها. يعني قدامي 2 غرزه عدله هشتغل 2 غرزه عدله، قدامي 2 غرزه مقلوبه هشتغل 2 غرزه مقلوبه. اول سطر بتحسي ان هو مشدود معاكي علشان خاطر دي بتكون غرز البدايه، بسبب غرز البدايه اللي احنا عملناها. بعد كده هتلاقي ان الشغل بقى سريع معاكي وسلس جدا ومفيهوش اي مشكله. انا بس بوريكم ان الشغل يعني بقى سهل وسريع والغرز جميله، يعني مفيش حاجه مشدوده. تمام، هتفضلي تكملي كده بنفس الطريقه، ولما تخلصي السطر تنقلي الماركر وهتكملي بقى السطور اللي بعد كده لحد ما توصلي بالعرض بتاع الجزء اللي من تحت بتاع الايس كاب اللي يعجبك واللي يناسبك واللي يريحك. انا هخلص وهشتغل العرض اللي انا هيناسبني، وهقول لكم العرض بتاعي كام سنتي. وبعد كده هنبدا نشتغل غرزه الايس كاب العلويه وارجع لكم. عرض الايس كاب بتاعي خلاص، الجزء الاولاني اللي هو غرزه الرب 2 سنتي. بعد كده هنبدا ان احنا نقسم الغرز بتاعه الايس كاب بتاعنا. دلوقتي انا معايا 140 غرزة، انا هقسمهم على 10. يعني هقسم ال 140 على 10. لازم تقسمي الغرز بتاعتك، لو هي عدد زوجي هتقسميها على رقم زوجي. ليه؟ لو قسمناها على، لو انا دلوقتي مثلا قسمت على 4 ترتيب الغرز، يعني انا مثلا هشتغل جزء مربع غرزة عدلة وجزء مربع غرزة مقلوبة. يعني المفروض ان انا الغرزة اللي هبدأ بيها ما ينفعش انتهي بيها. يعني المربع الاولاني غرزة عدلة، المربع اللي بعده غرزة مقلوبة، المربع اللي بعده غرزة عدلة، المربع اللي بعده غرزة مقلوبة. اصبح ان اول مربع واخر مربع غرزتين مختلفين. كده الشكل الباترون بتاعي مناسب. طب لو انا عملتها على عدد فردي هتبقى عدلة. نركز ان اول الغرز بتاعتي هتبقى عدلة مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة. اصبح ان المربع الاول والاخير 2 غرزة عدلة، فهيكون العرض بتاع الغرز العدلة مش حلو ابدا، وهيكون الباترون بتاعنا غلط. تمام، يبقى لازم نقسم على عدد زوجي. انا هشتغل كل 14 غرزة مرة غرزة عدلة ومرة غرزة مقلوبة. نحط الماركر بتاعنا عشان نبتدي السطر. بسم الله، هبدأ بالغرزة العدلة. هعمل 14 غرزة عدلة. طبعا احنا خلاص عرفنا الغرزة العدلة بتشتغل ازاي والمقلوبة ازاي. هتلاقوا الكورس التريكو موجود على القناة، هسيب لكم الليسته بتاعته. عايزه تخلي بقى المربعات عريضه قوي صغيره قوي، دي ترجع لك. اهم حاجه نضرب في عدد زوجي. نعد الغرز كل مره عشان ما نتلخبطش، هو اول سطر بس. بعد كده هتلاقي شكل الغرزه واضح قدامك، وهتبقي عارفه امتى تشتغلي غرزه العدله وامتى المقلوبه. طيب انا كده خلصت اول 14 غرزه عدله. لو حاسه ان الغرزه بتاعتك عريضه قوي، المربع شكله مش هيكون لطيف معاكي قوي، عايزه تقلليهم عن كده براحتك، تقدري تقسمي على العدد اللي انت عايزاه. بعد كده هعمل 14 غرزه مقلوبه. هجيب الخيط بتاعي قدام الابره، وهبدا اسنيه اشتغل 14 غرزه مقلوبه. هتفضلي تشتغلي كده لحد ما تخلصي السطر بتاعك 14 غرزه عدله بعدهم 14 مقلوب لحد ما تنهي السطر. طيب يا بنات، دلوقتي انا نهيت الشغل بتاعي ب 14 غرزه
مقلوبة. طبعا بداية السطر بتاعي 14 غرزة عدلة. كده هيكون الباترون بتاعي منظم، المربعات مرتبة صح. عايزة اوريكم شكل الغرز العدلة على مكان الشغل على الغرز المقلوبة، ده شكلها. بصوا يعني ده السطر كله مقلوب، بصوا اول سطر غرز عدلة ده شكله. الغرز المقلوبة شكلها اهو، بصوا من اول هنا كده عاملة زي الحبيبات على الابرة اهي، دي كلها. طيب ترتيب الشغل بتاعنا هيبقى كالتالي. هنقعد نعيد على الغرز العدلة عدلة وعلى المقلوبة مقلوبة، بحيث ان احنا هنرتفع هيديني شكل المربع. وهقول لكم هتشتغل لحد كام سطر، او انت ممكن تخليها مستطيل as you like، يعني مش شرط ان انت تلتزمي بالباترون قوي. يعني مثلا المربع ممكن ال14 غرزة فين، اخر ال14 غرزة هنا، فاحنا هنرتفع هنقعد نشتغل سطور على كل غرزة غرزة لحد ما المربع مثلا بتاعنا يبقى كده. ده مثال، تمام؟ يعني انا هقعد اعيد، هنقعد نعيد على العدل عدل وعلى الغرزة المقلوبة مقلوبة. كل مرة لما بتشتغلي يا ريت تعدي الغرز بتاعتك عشان تعرفي ان انتي شغالة صح ولا في غلطة. ادي اول 14 غرزة عدلة. هيقابلني بعد كده شغل الغرزة المقلوبة. احط الابرة بتاعتي قدام، احط الخيط قدام الابرة بتاعتي وهعيد على الغرز المقلوبة مقلوبة، وهكذا لحد ما تشوفي بقى الطول بتاع المربع اللي يناسبك. عايزه تخلصي الايس كاب بنفس الترتيب على طول على طول لحد ما يخلص معاكي السلوشيهات بنفس الطريقه دي بدون ما يكون مربعات، هيكون مثلا لحد اخره سطر عدله سطر مقلوبه، براحتك. دي كلها افكار. دي نهايه الغرز المقلوبه، هنلاقي قدامنا غرز العدله وهكذا. لو خدتوا بالكم الشغل ابتدى يظهر، ده شكل. بصوا الغرزه المقلوبه بقت عامله ازاي، ودي غرزه العدله اهي. زي ما قلت لكم هقعد اشتغل لحد ما اشوف الشكل اللي هيناسبني، وانا هرجع لكم واوريك شكله. طيب دلوقتي انا خلاص خلصت. الارتفاع بتاعي كان 14 سطر من غير ال2 سنتي بتاع غرزة الرب، يعني 14 غرزة ابتدينا بيهم مثلا غرزة عدلة وبعدها 14 غرزة مقلوبة. اشتغلت العرض بتاع الجزء ده او العرض بتاع الغرزة، العرض بتاع الغرزة 14 سطر ارتفاع. طيب دلوقتي انا هبدأ شغل ازاي. هشتغل على المربع بتاع الغرزة العدلة اللي احنا شايفينه، ال 14 غرزة دول 14 غرزة عدلة. هشتغل فيهم غرزة مقلوبة، وهشتغل فوق المقلوبة غرزة عدلة. يعني السطر بتاعي هيكون عكس الشغل ده اللي قدامي. يعني السطر بتاعي هيبتدي 14 مقلوب 14 عدل 14 مقلوب 14 عدل، تمام. هعمل نفس الطريقة دي مرتين، يعني هعيد السطر ده مرتين. انا هشتغله هوريكم بس هبدأ ازاي. انا الماركر بتاعي اهو خلاص. هرجع بقى اشتغل اول 14 غرزة مقلوبين. اشتغلت الغرز العدلة خلاص، فوقيها الغرز المقلوبة اهو السطر المقلوب ده. هرجع على الغرز المقلوبة هشتغل فوقيها عدل، خيط ورا. دلوقتي انا خلاص خلصت اهو الغرز المقلوبة اشتغلت فوقيها سطر عدل. هكمل بنفس الطريقة، هكرر السطر ده مرة كمان. يعني انا دلوقتي بدأت 14 مقلوبة 14 عدلة، السطر اللي جاي برضو على نفس الطريقة 14 مقلوبة 14 عدلة، تمام. بنكرر السطر بس مرتين. بعد ما خلصت السطرين يا بنات اهو، ده بقى شكل الشغل بتاعي. هرجع دلوقتي اعيد الباترون بتاعي من الاول، بس مش من اول هنا. يعني قلنا البداية دي ملناش دعوة بيها. هرتفع 14 سطر بنفس الشكل ده، وهرجع اكرر نفس يعني 14 غرزة عدلة 14 غرزة مقلوبة لحد ما يظهر معايا المربع ده تاني. وبعد كده هنعيد نفس السطرين دول. يعني هبدأ ان انا اكرر الباترون بتاعي من اول هنا. هرجع بقى اشتغل 14 غرزة عدلة، بعد كده هرجع اشتغل 14 غرزة مقلوبة،
وبعد كده هنبدأ ان احنا نكرر 14 عدلة 14 مقلوبة لحد ما نرتفع بال14 سطر بتاعنا. تمام، هخلص وهرجع لكم، وبرضو هشتغل بعدها سطرين من الشكل ده، وهوريكم هوصل بأنهي طول للسلاوشي بتاعتي، وهقول لكم دلوقتي هتوقفوا عند قد ايه ونبدأ نعمل التناقص. طيب انا اشتغلت لحد ما طول الايس كاب بتاعي وصل 21 او 22 بالتقريب، 22 سنتي. دلوقتي انا هبدأ ان انا اشتغل التناقص عشان خاطر اقفل الطاقية بتاعتي من فوق. طول الايس كاب كده يا بنات 22 سنتي. هبدأ دلوقتي اعمل التناقص. شغلنا كله هيكون بالغرزة العدلة، خلاص مش هنشتغل بالغرزة مقلوبة تاني. هشتغل 18 غرزة، والغرزة 19 وال20 هعملهم تناقص. كده انا خلصت الغرزة ال18. هنشتغل الغرزة ال19 وال20 مع بعض غرزة عدلة. بنشتغلهم غرزة عدلة، وهكذا هتشتغلي 18 غرزة عدلة، والغرزة 19 وال20 هنشتغلهم تناقص مع بعض. السطر اللي بعده طبعا بنقلل غرزة، هنخلي الغرزة ال18 وال19 هما اللي فيهم التناقص مع بعض. السطر اللي بعده هنخلي ال17 وال18 اللي بعده ال16 وال17، هكذا. فاهمين؟ يعني كل سطر بنقلل غرزة اللي بنعمل فيها التناقص. انا هفضل اشتغل بالنظام ده، يعني انا السطر ده عملت التناقص في 19 و20، اللي بعده في 18 و19، اللي بعده 17 و18، اللي بعده 16 و17، اللي بعده 15 و16، وهكذا. التناقص هيكون بالشكل ده. هكمل لحد ما الغرز بتاعتي تقل، وهرجع لكم. هشتغل دلوقتي اخر غرزتين في السطر مع بعض. كده انا خلصت السطر بتاع التناقص. كل اللي انا هعمله خلاص الماركر ده انا مش عايزاه. هقعد اشتغل لحد ما اوصل للتناقص الجاي اهو. شايفين ده شكل التناقص، الغرزتين في غرزة. هرجع اشتغلهم مع بعض، اشتغل بنفس الطريقة. هتقعدي تشتغلي بنفس الطريقة لحد ما بصي علمي السطر بتاعك بالخيط ده خيط البداية اللي احنا بدأنا فيه. كل ما هتيجي هتشتغلي كده انت كده بتبدأي سطر جديد. تمام، عشان ما تتلخبطيش. هقعد اشتغل لحد ما الشغل بتاعي يقفل خالص، وبعدين هقول لكم ازاي ان احنا نصغر الكورد بتاعنا عشان نقفل الشغل بتاعنا خالص. نيجي بقى لطريقة الشغل. هنطلع جزء من الكورد حتى من المنتصف ايا يكن كده، وهنسحب كده ونرجع ده كده. وعشان الكورد صغير انا ممكن احتاج ان انا ازود سلك تاني. زودت سلك زي ما قلت لكم، وهبدأ ان انا اطلع جزء منه من اي حتة ما بين الغرز، واسحب الجزء التاني واشتغل عادي. تمام، اشتغل عادي. انا كل ده شغال عادي اهو. عايزه اوريكم بس عند التناقصات هنعمل ايه. بصوا في تناقص جاي اهو، هناخد اتنين مع بعض كأننا شغالين عادي. انا هكمل لنهاية حتى الابرة دي، وهوريكم ازاي هترجعوا تشتغلوا النص اللي ورا. بصوا النهاية بتاعت السطر او نص السطر الامامي تناقص. اخد الغرزتين كالعادة مع بعض وهنعملهم تناقص، وهنشتغل الغرزة اللي بعدهم عادي، وهعكس الشغل. هرجع الابرة دي ورا وهسحب الابرة اللي ورا، وهعيد تاني الشغل بتاعي من الاول بنفس الطريقة.
لحد ما الدايره تقفل معايا. انا هخلص وهوريكم اخر سطر هيتعمل ازاي. انا هكتفي بالحد ده من الغرز واخد حبه خيط كده وهبدا اني اخرج الغرز من على الابره. هنعدي الابره دي من تحت كده. شايفين المكان التناقصات عامل شكل حلو قوي ازاي، شبيه بالمروحه. هنعدي بقى الابره لتحت. هنبدا بقى نشد الخيط عشان نقفل الدايره دي خالص، وهنعمل كام عقده. وهنعدي الخيط كده شويه ما بين الغرز قبل ما نقصه. وخيط البدايه ده كمان. اظنني بصور على اضاءة اللمبة علشان هي مش قد كده، فمش مبينة الاضاءة حلوة. ده شكلها النهائي. يا رب يكون الشرح عجبكم. هقول لكم التوتال بتاع الطول بتاعها 28 سنتي. تقدري تطولي اكتر من كده براحتك، يعني ممكن تشتغلي 30 32 الطول، لان احنا مش عاملينها طاقية عادية، احنا عاملينها سلاوشي، والسلاوشي بتكون متهدلة يعني اطول اصلا من طول الرأس اللي هو 25 سنتي اللي احنا كنا واخدينه مع بعض. تمام. كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشرحه يكون